في الظل كده ومحدش واخد باله، في السبعينات في اسكندرية حصلت أرعب قصة ممكن تسمع عنها في حياتك كلها. كان واحد سواق شغال لوقت متأخر، فجأة ظهرت له بنت صغيرة في عز الليل. بنت وشها شاحب ملامحها غريبة، في العشرينات من عمرها، لابسة فستان أبيض بسيط، وطلبت توصيلها لمنطقة الشاطبي. ركبت ورا في العربية وسكتت، ما قالتش ولا كلمة. بس السواق حس إن الجو بقى برد جوه التاكسي بطريقة غريبة، لدرجة إنه ما كانش قادر يتحمل برودة الجو. ولما وصلوا عند بوابة حديد ضخمة في أول منطقة الشاطبي، البنت نزلت وقالت له استناني هنا. دخلت جوه واختفت. السواق استنى 10 دقايق، نص ساعة، مفيش. نزل يدور، لقى نفسه واقف قدام مدافن، وفجأة شافها واقفة عند مدفن معين. بص عليه وبعد لحظة اختفت جوه المدفن نفسه. السواق جري للعربية، لكن أول ما فتح الباب لقى الكرسي اللي ورا مبلول، وكأنه لسه في حد قاعد دلوقتي حالا وغرقان مية وبل الكرسي اللي ورا. الأغرب إنه هو بيشغل العربية لمح في المراية أثر كف مطبوع من جوه الزجاج. ولما راح يحكي لزمايله راحوا مع المدافن، وهناك كانت الصدمة. صورة البنت على شاهد المدفن وتحتها اسمها مارجريت حنا، ومكتوب إنها ماتت من 5 سنين. لكن اللي خلى القصة مرعبة أكتر من كده إنهم حاولوا يوصلوا لأي معلومات عن مارجريت، وفي الآخر بعد ما دوروا عرفوا إن مارجريت ما ماتتش موتة طبيعية، دي ماتت منهية حياتها في شقتها على إيد لص، وسابها جسد هامد. والمكان اللي وقفت فيه التاكسي كان قدام نفس العمارة اللي فرقت فيها الحياة. قصة عروس الشاطبي ما كانتش مجرد حكاية تتقال وتتنسي، لأ، دي عملت حالة رعب حقيقية في اسكندرية. السواقين بقوا يخافوا يشتغلوا بالليل، والناس بقى يحكوا القصة في القهاوي كأنها لعنة بتطارد المنطقة. الأهالي صدقوا إن شبح مارجريت بيرجع يظهر، خصوصا عند المقابر أو العمارة اللي اتقتلت فيها. الخوف انتشر لدرجة إنه وصل للسينما سنة 1978. اتعمل فيلم مستوحى من القصة اسمه الاعتراف الأخير، بطولة نور الشريف ونيلي ونبيل عبيد. الفيلم ما حكاش بالحرف، لكنه نقل جو الرعب اللي عاشته اسكندرية، وخلى أسطورة عفريتة الشاطبي تعيش أطول. ومن يومها بقت حكاية عروس الشاطبي أسطورة مرعبة بتتروي في كل بيت في اسكندرية. ناس بتقول شبحها لسه بيظهر لحد النهاردة، وناس تانية شايفة إنها مجرد أوهام. لكن السؤال اللي ما تجاوبش، هل مارجريت فعلا لسه بترجع تعيش لحظات موتها الأخيرة، ولا دي مجرد أسطورة صنعها الخوف الجماعي؟